بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا من قواعد بناء الأسرة الإسلامية الصحيحة، وهي اختيار الزوج والزوجة. اختيار الزوج والزوجة مش خطوة سهلة، خطوة صعبة، وخطوة فيها مخاطرة كبيرة جدا، ولكن مش الحل ان احنا نعزف عن الخطوة دي خالص ونلغيها. ده فيه هدم لأساس من أساسيات التكاثر في الأرض وحكمة الله في الأرض في خلقه. لكن انت بتحاول انك تتبع القرآن والسنة الشريفة في اختيار الزوج والزوجة على قد ما ربنا بيقدرك، وتتوكل على الله، فاعقلها وتوكل. طيب الزوج زي ما قال السنة الشريفة وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترضون دينه وخلقه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا الدين غير الخلق. خلي بالكم من حاجة، أنا ممكن أبقى عارف ديني كويس، لكن عندي مشاكل في أخلاقي وعيوب في الأخلاق ما بتخلينيش أطبق الدين بالطريقة الصحيحة. تمام؟ فدينه وخلقه الاثنين. هل الدين اللي عنده دين لازم يبقى عنده أخلاق؟ لا لا. وخلوا بالكم إن كل واحد أو كل بني آدم ليه عيوب. في عيوب بني آدم يقدر يستحملها والتاني ما يستحملهاش، وفي عيوب تانية ممكن فلان يستحملها والتاني ما يستحملهاش. فدي فيها اختلافات فردية بين البشر. لكن القاعدة العامة: من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مش اللي معاه فلوس قد ايه، مش اللي تعليمه قد ايه، وإن كان التكافؤ في الزواج من الناحية التعليمية من الأمور المهمة. وكان الإمام أبو حنيفة يعني قال إن التكافؤ من ضمن التكافؤ العلمي والمادي. كان زمان ما فيش علمي قوي، ولكن المادي مقصود بيه انك انت تقدر تصرف عليها في مستوى اللي كانت فيها في بيت ابوها، يعني ما تقللهاش عن المستوى اللي هي متربية عليه. ده التكافؤ المادي. اما التكافؤ العلمي دلوقتي بيأثر طرق كتير، ولكن هل في ناس ما فيهمش تكافؤ مادي وناجحين؟ هل في ناس ما فيهمش تكافؤ علمي وناجحين ونجحوا؟ احنا بنحاول نوصل لدرجة ما عقلية، ولكن النجاح والفشل ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى. فبالنسبة لاختيار الزوج: من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. تمام؟ إلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الإمكانيات المادية كلها سهل جدا إنك أنت تتنازل عنها كوالد للبنت أو البنت نفسها. المادية طاغت جدا على الأجيال الجديدة يا جماعة، وده من ضمن اللي برضو يعني خلى في عزوف للشباب عن التقدم، وسن العنوسة بدأ يكبر، وسن الزواج بالنسبة للفتيات بدأ يكبر، ودي حاجة فيها خطورة كبيرة على المجتمع. من عصرش الحلال. المفروض نسهل الحلال، لأن الحرام أبوابه مفتوحة على مصراعيه. أنت ما بتعصر الحلال بتدي فرصة للحرام. يعني وأنا شفت في بعض القرى وفي بعض البلاد في الريف وفي الصعيد ليها عوايد مع نفسها لم ينزل الله بها، لا أنزل الله بها من سلطان. يعني تجيب تلاجتين، تلاجة لأم العروسة وتلاجة للعروسة. هو دلوقتي في اللي احنا فيه دلوقتي ده يا جماعة، مع الشاب معاه يجيب للعروسة في ظل هذه الألوفات وهذه الأسعار المجنونة عشان يجيب لأمها.
فيعني وهكذا في حاجات كتير الواحد غير راضي عنها تماما، وبنأثر الحلال وبنفتح بسببنا، بنبقى احد اسباب، وبيجي علينا اسم ان احنا بنأثر الحلال ونلاقي الدنيا الشباب بقى بوظوا الدنيا وفتحوا دخلوا في ابواب الحرام. طيب بالنسبة لاختيار الزوجة، هي تنكح المرأة، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تنكح المرأة الأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها واظفر بذات الدين تربت يداك. طيب الجمال، مهما كانت الزوجة ملكة جمال الزوج بيعتاد عليها، والجمال زايل، هتتخن شوية هيبوظ جسمها، اللي في الآخر اللي بيفضل هتكبر في السن، اللي في الآخر اللي بيفضل الروح لا تهرم، الروح لا تتغير. فهو الروح هي الأساس، وهي الحقيقة أهم حاجة في البني آدم روحه، لأن الروح الجسد من غير الروح رمة بنجري نتخلص منها وبنسرع في التخلص منها. فهي الروح اللي هي من عند ربنا سبحانه وتعالى دي، هي دي اللي مخلية البني آدم لازمة، هي دي اللي مخلية الجوارحه قيمة وخليها تشتغل. إنما جسد من غير روح ملوش أي لازمة، فالروح لا تهرم. ولذلك لكن احنا مش بنقول ان الشكل تبقى دميمة، ولا بنقول انها تبقى ملك الجمال، مفيش مشكلة، ان اهم حاجة انها تبقى مقبولة للبني آدم. ولذلك يعني شرع حتى المنقبات ان اللي راغب في الزواج انه يبص على وشها عشان القبول ده تقدر تبني عليه. مفيش قبول من الاول شكلا، مش لازم زي ما قلنا اكون ملكة جمال يعني، ولكن قبول انا قابلها شكلا فخلاص. فده بالنسبة للجمال. ولمالها طبعا في ناس بقى زي ما قلنا المادية الطاغية، ان يبدأ ناس تتجوز عشان سلطة ولا اللي هو الحسب والنسب بقى، او المال والغنى عشان تغير مستوى معيشته. طبعا ده يا جماعة بيبقى جواز فاسد، ان في الاخر الزوجة اللي هي جابت لك وهتجيب لك وهتعيشك في الاخر مع اول خلاف هتعايرك بالكلام ده وهتعايرك بفقرك وكده. فيفضل يبقى فيه تكافؤ اجتماعي عشان الجوازة تستمر. بالنسبة ونفس الكلام بالنسبة للسلطة والحاجات دي اللي هو الحسبية ونسبها. أما لدينها بقى إنها يعني تعرف دينها، مش شرط بقى إنها تطبق كل الدين، ما احنا قلنا الدين غير الخلق، الدين حاجة والخلق حاجة تانية. بس اللي بيعرف دينه في وقت ما ممكن يتغير، لأنه عارف وهيعترف إنه غلط لما يغلط. إنما اللي مش عارف عمره ما هيتغير، وعمره وهو مش شايف إنه غلطان عشان يصلح من نفسه. تمام؟ فإذا العلم بالدين بقى، مش أن هنا الأخلاق، العلم بالدين، مقرر العلم بالدين دي حاجة كويسة جدا، ودي أساس المرأة مع نسبة قبول للشكل والروح. طيب برضو في حاجة مهمة جدا بالنسبة للزوج والزوجة اللي رايحين يبدأوا حياتهم مع بعض. البنت اللي عايزة تتجوز واحد شبه أبوها، بتحب أبوها قوي وعايزة تتجوز واحد شبه أبوها، حتى لو كان شبهه في بعض الصفات، ولكن موضع الأب يا جماعة مش زي موضع الزوج. موضع الزوج فيه ندية، فيه تكافؤ، فيه حقوق وواجبات، عكس موضع الأب. نفس الكلام اللي كان بيحب مامته جدا وبيدور على زوجة شبه مامته، برضو مش هتلاقي حتى لو فيها صفات سواء شكلية أو يعني خلقية في الأم، مش ده برضو اللي هيخلي الجوازة ناجحة، لأن الموضع مختلف. مفيش، بصوا يا جماعة، مفيش زي الأب والأم اللي هم بيدوا عطاء بلا شروط، بلا حدود، بلا مقابل. عايزينك سعيد وخلاص، مش مهم انت سعيد ازاي، مش عايزين منك ترد حاجة،
وما بيفكروش دايما، ودايما ما بيفكروش غير ادوك ايه، ما بيفكروش ادوك ايه، لا ده بيفكروا دايما ايه اللي لسه قادرين يقدموه وعايزين ولسه هيعملوا ايه، وعمرهم ما هيمنوا عليك ولا هيعايروك. ولو حصل كده مش هيبقاش قصدهم المعايرة، ولكن بيبقى قصدهم لما يحسوا جحود او نكران للجميل منك انهم يفكروك. في فرق بين يفكروك ويعايروك، وده فرق كبير جدا. تمام. فاللي منتظر ان يلاقي كده. اما علاقة الزوج والزوجة فيها ندية، يعني فيها حقوق وفيها واجبات وفيها اما اديك حقوق وما تلاقيش واجبات بزعل، وفيها مع اول خلاف تبدأ يحصل معايرة ويبدأ يحصل عملت لك وسويت لك، ومختلفة الوضع، وضع الزوجة ووضع الزوج غير خالص الاب والام اللي هم مفيش زيهم ومش هيتعوضوا. تمام. فاللي بيدور على امه في زوجته مش هيلاقيها، واللي بيدور على باباه في زوجه مش هيلاقيه، بتدور على باباها في زوجها مش هتلاقيه. الوضع مختلف. فنتمنى ان الجزء ده لازم ندرك الجزء ده واحنا داخلين نتجوز. تمام. طيب هل بقى اللي احنا لو عملنا كل ده تضمني او تضمن ان الجوازه ناجحه؟ لا. انت في اطار اعقلها وتوكل، في اطار الاخذ بالاسباب بتعمل كل ده، تكافؤ او اخلاق او دين او هكذا بيحصل، انك انت بتتمنى من الله التوفيق في الزيجة وانها تستمر. ويعني دلوقتي مع كتر حالات الطلاق الحقيقة في بعض الناس بدأوا من كتر خوفهم ان الموضوع اي موضوع انه ما يستمرش نبدأوا بيأخروا الحمل فترة من الزمن. وتأخير الحمل في وجهة نظري أنا يعني ممكن يبقى فيه ضرورة، زي مثلا تعليم أو حاجة، ولكن احنا بنتكلم التأخير الغير مبرر اللي هو يحسن نفشل. مع احترامي يعني بالنسبة للموضوع ده بيبقى فيه عدة وجهات نظر. ممكن يبقى حد وجهة نظره انه خايف من الفشل ومش عايز يخلف اطفال، اللي فعلا الاطفال الطلاق هم اكتر ناس بيدفعوا ثمن فشل الزيجة. لكن بنتكلم للبنات، الطفل ده ممكن يكون الحاجة الوحيدة اللي هتضمن لك حقوقك ماديا، وهتضمن لك انك ما تضطريش انك غصب عنك تتجوزي تاني عشان تخلفي. عايزين نبقى متفقين ان الزوج الدافع الرئيسي او الولد الدافع الرئيسي للزواج هو الرغبة الجنسية واشباع رغبته. في طبعا عايز يكون اسرة وعايز يبقى فيه اولاد وكل حاجة، ولكن ده الدافع الرئيسي. والدافع الرئيسي للبنت هو انها تخلف، ده الدافع الرئيسي. بالنسبة للبنت فممكن لو هي مفيش ضرورة انها تأخر الحمل، ممكن الجواز حتى لو فشلت هيبقى هو ده الحاجة الحسنة الوحيدة اللي طلع لها من الجواز، وان ممكن تقعد بقى على ابنها ده وما ترضاش تتجوز تاني، خلاص يبقى يعني شهوتها في انها تبقى ام مش مخليها غصب عنها تضطر انها تتجوز تاني وتخاطر تاني يعني. واحنا بنعمل كل ده ونسأل الله التوفيق. يعني في الاخر الحاجات دي بايد ربنا، وفي حاجات مش هتبان للزوج ولا للزوجه غير ما يتقفل عليهم باب واحد. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا بما علمنا، ونسأل الله حسن الختام، ونسأل الله الجنة، ونعوذ به من النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.